من بعد الفيديو ده اللي مش بيحب الفشة هيعشقها. هنعملها بأسهل طريقة والطعم بقى جمدان من حلويات المذبح. يلا بقى بينا نشوف هنعملها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى أخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا معايا فشة أنا غسلها كويس قوي ونقعاها بمعلقة ملح ومعلقة طحينة وحبة سكر. طبعا ده الزور. هنبدأ بقى نسلقها الأول. معايا كده حلة على النار، حطيت فيها مية لحد ما غلت. هنزل كده ببصلاية، وهنزل بعود من القرفة، و3 ورقات من اللوري، وهي حبيتين كده من الحبهان، وعندي كده فلفل أسمر حب وبيبسينة حب. وهنزل بقى بالفشة. طبعا لازم نسلقها الأول. هتقعد كده على النار ما بين ساعة لساعة ونص. طبعا مش هضيف الملح دلوقتي خالص، لان لو ضفنا الملح هتبطأ في عملية التسوية. هغطيها وههدي عليها النار وهسيبها لحد ما تستوي. هتقعد ما بين ساعة لساعة ونص. كده خلاص استوت معانا. هنشيلها بقى ونسيبها لحد ما تبرد تماما. ما تقطعهاش وهي سخنة، علشان ما تتفتفتش منك. لازم تسيبيها تبرد تماما. كده خلاص بردت معانا. هنبدأ بقى نقطعها. هنقطعها بقى قطع بالشكل ده، زي كده تقطيعة الكبدة. ما شاء الله معانا تحفة. طاسة على النار هحط فيها معلقة زبدة او سمنة، او برضو تعملي بزيت. وهنزل كده بحوالي 3 أو 4 فصوص من الثوم المهروس. هنديله بس الاول كده تشويحة لحد بس ما ريحته تطلع، مش عايزينه يلون معانا خالص. وبعد كده هنزل بنص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة تشويحة. وبعد كده هنزل بالفشة اللي احنا قطعناها. وهنزل بقى بالتوابل. معايا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة صغيرة من الملح. ما تزوديش عن التوابل دي. تشويحة كده على النار لمدة حوالي 5 دقايق. وبعد كده تبقى معانا كده الفشة جهزت. الريحة طالعة جمدان تحفة. كده خلاص شوحتها لمدة 5 دقايق وجهزت معانا. هنقدمها كده في طبق التقديم. رشة كده من البقدونس. وبعد كده خلاص هطفي عليها. هنقدمها بقى في طبق التقديم. انا اضيفه كده بقى بقدونس، علشان لو فيها اي دهون زيادة البقدونس يمتصها. يبقى كده معانا احلى واطعم والذ فشة هتعمليها. بصراحة تحفة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.